كهربا بيظلم نفسه، كهربا بيظلم نفسه. الاجراءات دلوقتي انا بقول لكم ايه اللي هيحصل. 12 ماتش وغرامه مليون جنيه. انا بقول لكم ان العقوبه دي هتنزل ل8 ماتشات، وممكن الغرامه تنزل شويه. لكن هو ده كهربا استفاد؟ لا، كهربا استفاد حاجه. كهربا ضر نفسه، كهربا ضر نفسه وضر النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي هيخسر لعيب مهم جدا بالنسبه له، ومفيش حد استفاد. كل الناس اتضرت بسبب تصرف انا في رايي ان هو تصرف تافه جدا. يعني تصرف كان ممكن يعني ما تروحش. خلاص انت كسبت وجبت جون، وفي وسط فرحتك بتشوه كل اللي انت عملته. كلنا في وقت من الاوقات خدنا قرارات غلط، ولكن كل واحد بيحاسب على الفاتوره بتاعته، كل واحد بيحاسب على الفاتوره بتاعته لوحده. فانت حساب كهربا يعني تقيل، لان لو جيت يعني جبت لحضراتكم تاريخ العقوبات ضد كهربا طول الكارير بتاعه في لوزيرن السويسري تم ايقاف اللاعب. لا انت تقعد تجيب لي تاريخ كهربا ما انا حافظه، وبعدين ما تخلي حد غيرك يتكلم بتاع ليه؟ كل مره تغيرني كده ليه؟ ده احنا لو جبنا تاريخك يا عم الحاج اعتقد يعني محتاجين 20 سنه عشان تطلع كهربا من دماغك لا يعمل لك صداع. يعني مرتضى منصور سابب محمود كهربا، ومحمود كهربا سب جماهير الزمالك. اللجنه قررت قرارات تغريم رئيس الزمالك نادي الزمالك 300,000 جنيه تسدد خلال شهر، حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك، تحذير رئيس نادي الزمالك بخطاب رسمي من العودة لمثل هذا السلوك وتذكرته بالقواعد الانضباطية. كما قررت اللجنة معاقبة لاعب النادي الأهلي كهربا بالإيقاف لعدد 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية، غرامة 1,000,000 جنيه تسدد خلال شهر. تحذير النادي الأهلي من تكرار قيام الجماهير باستخدام عبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية. يبقى مرتضى منصور تم عقابه وتغريمه، كهربا تم عقابه وتغريمه. كل ده عشان كهربا قال اوف. كهربا حط الصح. ما مدحت شلبي قاعد يقول لك حط في قريبي، حط في نسيبي، حط يا راجل، ومحدش قرب منه ولا جت على كهربا ووقفت في الزور. بيشتغل بالفلوس اللي اتحبس المجني عليه. وبمناسبه موضوع كهربا احنا مش نايمين. امير بعت امبارح اول امبارح مش كده للاتحاد الدولي، وفي مؤامره معموله جوه البلد بخصوص كهربا مش هتكلم عنها دلوقتي الا محبطها اطرافها الخطيب كهربا وحامينهم وممدوح بس ومحمين. مش هتكلم في تفاصيل دلوقتي لغايه ما تحبط. هطلع اقول للناس احكي لهم اللي بعض الزمالكيه بيقول لك هم ساكتين ليه؟ لا مش ساكتين، احنا مش ساكتين. لما تعرف المؤامره معموله ازاي هتشكرنا ان احنا دخلنا الفلوس دخلت خزينه الله. يا شباب لا تحزن، هذا السبال لن يضيع تاريخك. مش هتبقى ربع يا شيكابالا، انت شيكابالا بتاريخك بموهبتك، ويكفي انك انت لما تروح اي دوله افريقيه بيروحوا يصوروا معاك. محمود الخطيب لف افريقيا كلها ما حدش بيصور معاه لانه ما لعبش دولي يا جماعه. فانت عند زملكاوي عندي كتير جدا من الشعب المصري حاجه جميله ومحترمه. قال لك الخطيب بيروح افريقيا ما حدش بيتصور معاه، انت شيكابالا بيتصوروا معاك عشان انت عندك تاريخ دولي مع المنتخب. ده نكته النهارده دي ولا ايه؟